تشكيل الأهلي الأفضل لمواجهة فاركو في الدوري المصري. مبدئيا قبل ما تحكم على الصورة اسمع الفيديو للآخر وانت تعرف ليه ده التشكيل الأفضل بالنسبة ليا. في البداية عايز أقول إن أكيد كل فرق الدوري اتفرجت مرة واتنين ومنهم فاركو إزاي مودرن قدر يحجم خطورة الأهلي الهجومية، إزاي مودرن قدر يعمل جيم دفاعي قوي قدام الأهلي، إزاي مودرن خلى الأهلي يظهر بشكل سيء وخلى الأهلي مالوش شكل هجومي وسجل هدفين من كرات ثابتة مسجلش أهداف من لعب مفتوح. فأكيد الكل هيعمل كده منهم فاركو، وده هياخدنا للتشكيل ده ياخدنا ليه حسين الشحات اساسي واشرف بن شرقي، ليه بتلعب بزيزو في وسط الملعب. ده كله هتلاقيه في شرح الفيديو ده. في حراسة المرمى محمد الشناوي، وهنا محمد الشناوي افضل بالنسبة ليا لسببين. السبب الاول مكانة محمد الشناوي في منتخب مصر اكيد لازم يحافظ عليها، واكيد سياسة التدوير موجودة. السبب التاني ان كمان محمد الشناوي انا محتاج اشوف رد فعله بعد ما عرف ان هو مش الحارس الاساسي دايما في الاهلي، مش مكانه مضمون، وعارف ان مصطفى شوبير بينافسه. محتاج اشوف ردة فعل قوية من محمد الشناوي علشان يحافظ على مركزه حراسة المرمى، وده المطلوب من مشاركة مصطفى شوبير والتنافس ما بينهم. باك يمين ما زلت مصمم ان محمد هاني بمستواه الحالي لا يؤهله انه يكون باك يمين الاهلي. ما بنشوفش اي حاجة من محمد هاني هجوميا او دفاعيا، علشان كده عايز اشوف كريم فؤاد باك يمين مش باك شمال، ويكون باك يمين اساسي. قلبين الدفاع بما انك بتلعب كورة من تحت وبتبني الهجمة بشكل صحيح، ما ينفعش يكون عندي مدافع ونص، بمعنى ان انا ياسر ابراهيم مش كوير قوي. فانا محتاج اشوف ثنائية بيكهام مع ياسين مرعي في قلبين الدفاع. باك شمال ما زلت مصمم ان محمد شكري لازم يلعب، لازم ياخد ويغلط ويتعلم ويكون فيه تعليمات ليه، لان محمد شكري بيلعب في عدلته وهو الباك الشمال الاصلي للاهلي، ولازم يكون موجود في الماتشات دي يتعلم منها علشان نلاقيه قدام. في مركز رقم 6 ديانج لا غنى عنه في مركز رقم 6، مع اقتناعي الكامل لأحمد نبيل كوكا والأحمد رضا، لكن ديانج لازم يلعب في مركز رقم 6 علشان ما ينفعش يقعد لأي حد. في مركز رقم 8 ناحية اليمين نيجي هنا للمهم، زيزو ليه بيلعب 8 يمين مش بيلعب في مركز الجناح اليمين؟ ده لأن زيزو يجيد التسديد، بيجيد العرضيات من أي مكان من وضع الثبات. ثانيا زيزو انت مش محتاجه على الخط لانك ما بتلعبش عرضيات بشكل كبير جدا من على الخط، وما بتعملش عرضيات، ما عندكش المهاجم الهجام اللي بيسجل بدماغه. انت محتاج زيزو على حدود منطقة الجزاء بالتبادل مع بن رمضان. وفي مركز الجناح اليمين انت اكيد لازم تلعب بلاعب مهاري، وده يخليني اروح لحسين الشحات عن طاهر، ويخليني اروح لحسين الشحات في مركز الجناح اليمين لانه يقدر يحل حلول فردية بشكل كبير جدا قدام التكتلات الدفاعية. انت محتاج لعيبة مهارية، محتاج لعيبة تقدر تراوغ لاعب على لاعب، محتاج لعيبة تقدر تعمل الباص الغير متوقع، تحتاج لعيبة تقدر توصلك للجون، ودي حاجات كلها موجودة في حسين الشحات، مميز فيها جدا. علشان كده اخترت حسين الشحات جناح يمين، واخترت اشرف بن شرقي جناح شمال لنفس الاسباب. تريزيجيه محتاج يجري في مساحة زي طاهر، تريزيجيه محتاج يكون فيه شغل على المرمى، ان انت هتسدد، ان انت محتاج تجري زي ما قلت وتدافع بشكل قوي، لكن انت محتاج في مساحة ضيقة واحد زي اشرف بن شرقي يرقص واحد على واحد، محتاج واحد زي اشرف بن شرقي يقدر يراوغ ويدخل داخل منطقة الجزاء وكمان بيقدر يسدد، فده انت محتاجه جدا قدام التكتلات الدفاعية. شريف راس حربة، وده علشان اقف على احتياجاتي. شريف الماتش اللي فات ظلمه لان احنا ما لعبناش كرات اصلا على شريف، لكن المباراة دي اكيد ان شاء الله الاهلي لازم يكون ليه شكل مختلف، فمحتاج محمد شريف يكون راس حربة علشان اقف على احتياجاتي. هلعب بجريدي شار بعد كده راس حربة، او اوظف اشرف بن شرقي راس حربة. ده اللي الاهلي لازم يعمله، ده التشكيل الافضل بالنسبة ليا. اظن عرفت ليه الصورة اللي قدامك دي بالنسبة ليا هي التشكيل الافضل. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.